السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير والاحوال ديالكم طيبه. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم كما كتشوفوا جبت لكم واحد الوصفه صراحه اللي كتجي رائعه، مكونات اللي بسيطه بزاف، اكيد غادي تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. يعني بدون دقيق ابيض، بدون هكا سميده، بواحد المكونين ان شاء الله اكيد غادي يعجبكم. كتجي واحد القرمشه، واحد التعليكه فيها رائعه بزاف، وان شاء الله غادي تولي المعتمده عندكم. كنتمنى ان شاء الله الا عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش باللي لايك ديالكم والتعاليق، لانها كتعطيني طاقه ايجابيه، وان شاء الله هو البارطاج مع الاهل والاحباب. وبقوا معايا ان شاء الله نمروا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. كأول مرحلة هنا كنحتاج حبة بيض واحدة. يعني كما ذكرت لكم راه مكونات اللي بسيطة بزاف، اكيد غادي تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. هنا عندي حبة ديال البيض كما كيبان لكم. غادي نزيد عليها نصف كاس ديال العنبه ديال السكر، ودائما السكر كيبقى على حسب الذوق ديالكم. انا الصراحه هاد المقادير يعني نص سكر جات هي هذيك. صافي كنضيف كما كتشوفوا القشور ديال او الزيت ديال البرتقال، او كديروا الفانيليا. هنايا في هذه المرحله كنبقى هكذا كنخفق حتى كنحصل على واحد الخليط اللي تيكون ابيض. من بعد ما كنخفق هذا الخليط بهذه الطريقه هذه كيصبح كنضيف واحد نصف كاس ديال الزيت نباتيه، وعاوتاني كنعاود نفس الطريقه. يعني كنبقى هكذا كل مكون كنضيفه، والا كنعطيه الحق ديالو كنخفقه مزيان. صافي كنبقى ماشيه بهذه الطريقه هذه. وكما كتشوفوا مقادير لي بسيطه بزاف، ولكن راه كتعطيكم واحد الكيك اللي كتجي نفس الوقت لذيذه وبسيطه وراقيه في الشكل ديالها. يعني كتحمر لكم الوجه مع الاهل والاحباب وحتى الاصدقاء. هنايا عندي كاس ديال الياغورت. كتعملوا يعني الياغورت اللي عندكم متوفر، كاين اللي كيبغي هكذا بدون سكر، او كتعملوا ديال الفانيليا. صراحه الفانيليا كيعطي واحد النكهه اللي زوينه. نفس الطريقه كندمج هذا المكون مزيان مع هاد المقادير. واخر مرحله غادي نضيف كاس ديال العنبه ديال الفينو. غير جربوها كتجي رائعه بزاف، وكتجيكم مرمله خفيفه وديك طبقه الهرمشه ولا اروع. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. صافي كندمج هاد الكوب ديال الفينو على هاد الشكل هذا. من بعد غادي نضيف واحد المعلقه هكذا صغيره ديال خميره الحلويات، يعني ما يعادل يعني ديك الخنيشه اللي كتكون فيها 8 غرام. وكتضيفوا واحد المعلقه، ماشي معلقه عفوا، كتضيف واحد القريصه ديال الملحه. صافي كندمج هاد المكون هذا مزيان. من بعد غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال اخر مرحله ديال هكا الخل. انا غير ما بانتش لكم هنايا. صافي هنا عندي واحد المول كما كتشوفوا، مول ما كيكونش كبير بزاف، هنا كيكون هكذا متوسط الحجم. دهنته مزيان بالزبده ورشيته بالفينو، وضفت واحد الورق غذائي من الوسط. صافي كنضيف هذا الخليط ديال الكيك وغادي نبسطو مزيان. هنايا في هذه المرحله بشرت واحد التفاحه. اما هي صراحه الا كانت عندكم جلده ديالها حمراء كتكون مزيانه، كتعطيكم صراحه واحد اللون زوين. كتبشروها كتكون طبيعه الحال مغسوله، وكتضيفوا عليها القليل من هكا الليمون، يعني باش ما كيكحلش لكم.
هكا كتضيفوها من الفوق. انا غير طفات ليا الكاميرا، سمحوا لي بزاف بزاف. بالنسبه للطبقه اللي غادي تكون من الفوق، الطبقه اللي غتجي مقرمشه، انا غنذكرها لكم. غير سمحوا لي، ما عرفتش الكاميرا كيفاش تطفات. هنا كتضيفوا تقريبا واحد 7 أو 6 ديال هكا ديال جوز الهند او الكركاع، هكذا كتهرسوا غير بالاصابع ديالكم، او كتضيفوا اللوز اللي كتهرسوه هكا كتقطعوه عفوا بالسكين، وكتضيفوا عليه 2 معالق كبار ديال جوز الهند، كتضيفوا عليه 2 معالق ديال اللوز ايفيلي يعني رقائق ديال اللوز، كتزيدوا عليه معلقه كبيره ديال الزبيب او هكا العنب المجفف، كتضيفوا خنيشه ديال الفانيليا ومعلقه كبيره ديال السكر. يعني او كتضيفوا بلاصه الجوز الا ما متوفرش عندكم الجوز الكركاع، كتضيفوا اما اللوز اللي كما ذكرت لكم اللوز هكذا مقطع، او كتضيفوا الكاوكاو يعني اللي متوفر عندكم صافي، وكتضيفوها من الفوق. يعني هكا كتدمجوها مزيان مزيان وكتضيفوها من الفوق، وكتدخلوا هكا هاد الكيك الفران. درجه الحراره اللي كتكون 150، كتخليوها حتى تقريبا كدي معكم ديك 30 دقيقه حتى 34 دقيقه على حسب النوعيه ديال الفرن ديالكم، حتى تتحمر ليكم وكطيب، وديك الطبقه اللي الفوق تتحمر حتى هي، ومع ديك السكر كتعسل وكتعطيو واحد الطبقه معسله ومقرمشه، كتجي رائعه رائعه رائعه. كنتمنى غير سمحوا لي، المهم انا ذكرت لكم هاد المكونات راها ساهله مهله، غير تبعوا الخطوات صافي. ومن بعد ان شاء الله حتى كتدخلوها الفران، ومن بعد حتى كطيب وكتخرجوها وكتبرد عاد تقدموها ان شاء الله. وغادي تبان لكم واحد هكذا واحد الطريف ديال الطبقه اللي درت من الفوق. لكم واحد شويه ديال من الطبقه اللي درت ديال اللي كتجي مقرمشه، وكما كيبان لكم هذا هو الشكل النهائي من بعد ما كطيب. كيفاش كنحصلوا عليها صراحه كتجي واحد الكيك اللي رائعه رائعه، او بسبوسه كتجي زوينه 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 بزاف، غير هي ما فيها السميده. كتجينا كما كتشوفوا واحد الطبقه اللي كتجي معلكه ومقرمشه، وكتجينا حتى من الداخل معلكه معلكه بنينه بنينه هكا زوقتها كما كتشوفوا بهكذا بالورد هكذا اللي كيكون بلدي من الفوق، غير كتزيين واحد المنظر اللي كيجي راقي ورائع. كنتمنى غير تجربوها، اكيد اكيد غادي تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. وها ان شاء الله كما كتشوفوا مكونات اللي بسيطه بسيطه، حبه بيض واحده. ان شاء الله كنتمنى الفيديو يعجبكم وينال الرضا ديالكم. ما تنسونيش باللايك ديالكم والتعليق لانها كتعطيني طاقه ايجابيه، والبارطاج مع الاهل والاحباب. السلام عليكم، خليت لكم لهنا وراحه البال. الى فيديو قادم ان شاء الله.